السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نصاوب معكم الورقة ديال البسطيلة بالدقيق تاع الشوفان. كتجي الصراحة اكثر من رائعة والصحية، دائما في الاطار ديال الصحي. هنايا غادي ندير 6 ديال المعالقات تاع الشوفان انا كنت طحنته كما كتشوفوا، ولكن هو ماشي مطحون كامل، كيبقى شويه في حبيبات. دابا غادي ندير 6 المعالق ديال الشوفان وغادي نزيد عليه 2 كيسان كبار ديال الماء، يعني العبار تاع العنبه. اوكي، دابا غادي غنطحن هذاك الشيء مزيان. انا استعملت هاد الطحينه ديال البنات وما غاديش تنيل ليا مزيان داك الشوفان. من بعدها غادي نصفيه، ولكن الا استعملتو نتوما شي طحانه مزيانه، طحانه بحال شكل ديال العصير كتنيل داكشي مزيان، ما كاينلاش تصفيو الخليط. اوكي، هنا خديت واحد الصفايه خويت فيها داك الخليط كامل، وغادي ناخذ واحد المعلقه وغنبقى بشويه نحرك هكا حتى نصفي داكشي مزيان. ها نتوما شفتوا هادشي كله بقى لي وشاط، دونك غادي نحيدو، غادي نخليه ان شاء الله حتى نديرو في شي وصفه واحده اخرى. دابا هاد الخليط من بعد ما صفيته غنزيد فيه واحد المعلقه ديال الزيت العود. استعملت الزيت العود. اوكي، شفتوا الخليط كيفاش ولا بحال هكا، خاصو يكون يعني جاري، ما يكونش خاطر لا بحال هكا. دابا صافي غادي ندير واحد المقيله تسخن في هاد الورقه هادي. درت واحد يعني باش نطيبها، درت واحد الكسرونه فيها الماء، هذا حطيت فيها المقيله ديال اللي غنطيب فيها الورقه. اوكي بحال هكا، لا تشكل غير يسخن مزيان غادي نبدا نصاوب الورقه. هنايا صافي خديت الخليط وديك الشيته وبديت كنصاوب في الورقه بحال هكا. غادي نبقى حتى تنعمر كاع دوك البلايص اللي كيبقاو خاويين. دابا غادي ندوزو للعماره ديال هاد البريوات. انايا خديت شويه ديال الكروفيت كما كتشوفوا باقي جامد، جبدته ديريكت من الفريغو وحطيته في هذيك المقله، ودرت عليه شويه ديال ديك تشيلي بيبر، ديك البابريكا الحاره. درت عليه شويه ديال الخرقوم، شويه تاع التزويته بلديه، شويه ديال البزار، وشويه ديال الملح. اكيد ملح على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب الكميه اللي درتو. عقب درت شويه ديال الزعيطره، هانتوما كما شفتوا. هيا درت الثومه. هنا المهم التوابل كيبقى على حسابكم نتوما شنو كتبغيو ديروا. درت شويه الحامض، ضروري من الحامض. وغادي نطيب هادشي كامل مزيان بحال هكا حتى يذوب نيت داك الكروفيت ويطيب مزيان. ومن بعد هذا غادي نضيف ديك الشعريه الصينيه. غنديرها ديريكت، ما غندير لا في ما طايب لا والو. فهاداك الروا اللي كيطيب فيه الكروفيت هو اللي غادي طيب فيه حتى ديك الشعريه الصينيه. المهم الفيديو غادي يوريكم كلشي ان شاء الله.
شفتوا على هاد الطريقة هادي، هي ملي كتدار في داك الروا كتشربوا كديريها في نص لحظة كطيب. غير هي غادي تبقى لكم هكاك طويلة، من بعد غادي تاخدوا واحد المقص ديال الكوزينة يكون اكيد نقي، وتقطعوها بحال هكا على هاد الشكل. من بعد ما طابت الحشوة وبردات، خديت ديك الورقة ديال الشوفة اللي صوبنا، درت عليها شوية ديال الزبدة وبديت كنعمرها بحال هكا على هاد الشكل، دائما بشويه البنات، حقاش كتكون الورقه شويه فراجيل دغيا كتبغي تهرس بشويه يعني، مع كتكون هشيشه ورقيقه. المهم نحاولوا عليها بشويه وكنعاودو تاني ندهنوها بشويه الزبده من الفوق. انا درتها شكل السيكان، ولكن اللي بغى يديرها بحال شكل البريوه بحال شكل كاك مثلث يديرها الشكل اللي بغى، او يخليهم حتى هكاك، ندير يعني بسطيلات صغارات ودايرات. المهم انا غادي نستمر على هذا الشكل حتى نسالي البريوات ديالي، وغادي ندهنهم تاني بشويه الزبده وغادي نديرهم في الفران يطيب. من بعد ما غادي يطيبوا غادي نجبدهم من الفران، وغادي ندير عليهم تاني واحد شويه ديال الفرماج، يعني هذا اختياري، من الفوق، ونعاود تاني نرجعهم الفران باش داك الفرماج يذوب، ومن بعد غادي نقدمهم. هانتوما شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو على هذا الشكل هذا مقرمشين وزوينين. سمعوا الورقه تقرمش، صحي وزوين. شفتوا سخونه فريمون واعره كيما شفتوا، ها شفتوا رقيقه وكتفرتت فريمون، جاو زوينين بزاف. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم هذه الوصفه ديالنا ديال اليوم، وما تنساوش ديروا اللايك والشير وبارطاج فضلا وليس امرا. خليتكم على خير، ان شاء الله نتلاقى في فيديو واحد اخر. عواشركم مباركه وخليتكم في امان الله. السلام عليكم.